مين بقى اللي سمح لك إنك تعاين نفسك واصي على خلق الله، تنتقد فلان وتحكم على فلان وتسيء الظن بفلان، وكأنك موكل لتصيد أخطاء غيرك والتعليق عليها عشان تطلع نفسك أنت يعني الملاك اللي بجناحات؟ البني آدم المريض الفاضي اللي قاعد بس يتتبع أخطاء وعيوب غيره، ملوش أي شغلانة غير إنه يشوف ده عمل إيه وده غلط في إيه، ويحط عدسة مكبرة على عيوبه وكأنه بيدور على كنز. هو عايز يشوف عيوبه بيتلذذ بده، وينشر الكلام ويجيب في سيرة الناس بالباطل ويحاول يشوه صورتهم. روح شوف نفسك أنت الأول وصلح عيوبك، واشغل نفسك بإصلاح حالك وبإصلاح عيوبك، عشان أنت لو ركزت مع نفسك شوية هتلاقيك مليان عيوب، وأولهم إنك شخص ناقص بتحب تنشر عيوب الناس. حقك تعمل كده في حالة واحدة بس، لو انت شخص خالي من العيوب، ما عندكش اي عيب، ساعتها انتقد الناس براحتك، وطبعا مفيش اي حد خالي من العيوب. مين بقى اللي سمح لك انك تعاين نفسك واصي على خلق الله، تنتقد فلان وتحكم على فلان وتسيء الظن بفلان، وكأنك موكل لتصيد اخطاء غيرك والتعليق عليها عشان تطلع نفسك انت يعني الملاك اللي بجناحات؟ عارف ربنا هيعمل فيك ايه وانت بتحاول تكشف عيب ربنا هو اللي ستره؟ طب عارف الناس بتشوفك ازاي؟ عارف الناس بتحتقرك ازاي؟ لان تركيزك مع الناس وعيوبهم بتلهيك عن التركيز في عيوبك انت، وما بتحاولش تصلح من نفسك. فالناس كلها بتكرهك لانك شخص مليء بالعيوب. ده مش ذكاء منك، الذكاء انك تكون عارف اننا كلنا بشر، كلنا بنغلط، فينا عيوب وفينا مميزات، ومحدش معصوم من الخطأ غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتعود تكون شخص منصف، بتقدر تشوف المميزات زي ما انت بتقدر كده تشوف العيوب، وافتكر إن من ستر عيوب الناس ستر الله عيوبه، ودع الخلق للخالق.